السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف مصطفى فهمي من مطبخ نوجة. أهلا وسهلا بيكم. هنبدأ حلقتنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمله أحلى صينية خرشوف وبطاطس باللحمة المفرومة في الفرن بطريقة جميلة وسهلة زي المطاعم بالظبط. زي ما بتروحي تطلبي طاجن من مطاعم بطاطس باللحمة المفرومة والخرشوف، مش هيطلع بالحلاوة دي ولا الجمال ده ولا الشكل الجميل ده في الجو الشتاء السخن ده. يلا بينا نحضر مقاديرنا مع بعضينا. هنا هنحتاجه مع بعضينا هنا معجون الصلصه بتاعنا، طماطم، تمام، ما حطيناش اي صلصه، طماطم بس. ومعانا هنا البطاطس قورناها والخرشوف بتاعنا، وحضرنا البصل بتاعنا، وحضرنا اللحمه المفرومه عشان نعملوها على الصاج. يلا بينا نقطع مع بعضينا البصل بالراحه كده، سكينه حاميه، تمام. هنقطعوه وسط كده عشان ايه؟ يطلع معانا حلو في العصاج، تمام. وفي الصلصه اللي احنا هنعملوها بطريقه جميله عشان نحطوها على الخرشوف والبطاطس، تمام. هنا بنقطع البصل وهنجهزوه كله، تمام، زي ما انتم شايفين كده بالراحه على ايدينا عشان ما نتعورش. احلى اكله في الشتاء هتدفيكوا وهتدفي عيالكم. اقسم بالله قمت الصبح لقيت الحاجه بتقول لي يلا يا درش عايزين نعمل خرشوف، قلت لها يلا يا حاجه. كانت مجففاه في التلاجة، تمام. وانا جبت البطاطس وقورتها وجهزتها، تمام. هنا بقى هنبدا نجيب البصل بتاع العصاج، تمام، ونبدا عشان يديله اللون بتاعه. هنا جبنا البصل بتاع الصلصه، هنبدا نحطوه على النار ونقلبوه كويس جدا لحد ما نغير لونه، تمام، زي ما انتم شايفين معايا كده. هنا بقى هنحضر الطاسه بتاعت البطاطس، زيت سخن عشان ندي البطاطس لون من بره، لون خارجي، زي ما انتم شايفين معايا كده. الله اكبر على الجمال. انا بعمل لكم الفيديو ببطء عشان تتعلموا كل حاجه. طبعا كل الكلام ده في بيت الحاجه. صلوا معايا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا خلصنا البطاطس بتاعتنا، هنبدأ نسيبوها بقى على درجة حرارة متوسطة كده زي ما انتم شايفين عشان برضك تستوي. احنا مش عايزين لون وتبقى انا تفضل ناشفة معانا، تستوي معانا. شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تمام. هنا بعد ما خلصنا البطاطس حطيناها بس ايه، سنس كده، لون جميل كده لذيذ، تمام، عشان تتحشى وتخش الفرن زي ما انتم هتتابعوني كويس. هنبدأ بقى نجيب الطبق بتاعنا ونطلعها مع بعضينا، تمام. ومتابعين معايا، والبصل اهو بتاع الصلصه وبصل عصاج جنب منه. وتابعوني عشان تعرفوا كل حاجه بيتي بطريقه المطاعم، لذيذه وجميله وخفيفه، تمام. هنا طلعنا البطاطس بتاعتنا خلاص، تمام كده، كده زي الفل زي ما انتم شايفين كده معايا. نبدا بقى نروح على ايه، بصل العصاج، نحط اللحمه بتاعتنا الجميله، اللحمه البلدي. اللي مش قادر يجيب لحمه بلدي يجيب لحمه مجمده. والله يكون في عون الناس. والله انا عارف ان الناس بتمر بظروف صعبه جدا، بس الحمد لله كل واحد يحمد ربنا على عيشته عشان ربنا يزيده، تمام. هنا هنبدا نقلب البصل مع اللحمه زي ما انتم شايفين. صلوا معايا الحبيب كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تمام. نفضل نقلبه لحد ما يخش في السوا عشان نحط بهاراتنا مع بعضينا. هنا جبنا بقى البصلايه بتاعه الصلصه، حطينا عليها معلقتين من الثوم المجفف زي ما انتم شايفين كده معايا. الله اكبر، صلوا معايا الحبيب. انا ماشي معاكم خطوه بخطوه. هنعمله اطعم والذ اكله في البيت في الشتاء والسقعه الرهيبه دي. احنا كاسكندرانيه عندنا سقعه رهيبه، تمام. الله يكون في عوننا. احب اشكر كل متابعيني، متابعوني من جميع البلاد داخل مصر وخارج مصر. ان شاء الله كل وصفاتنا في مطبخ نوجة والشيف مصطفى هتعجبكم جدا جدا جدا، تمام. هنبدأ هنا. قلبنا التومة بتاعتنا مع البصلاية، طلعت الريحة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده معايا كويس. انا اهو مش عايز اقلب عشان تشوفوا الدنيا معايا عامله ازاي. نجيبوا بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الكبة بتاعتنا، تمام. وهنبدأ نحضر بهاراتنا عشان تعرفوا معانا ايه كل حاجة. هنا بقى هنحطوا ايه، الجوز الطيب على العصاج. اهم حاجه في العصاج يا جماعه، اذا كان بتعملوا بشاميل او بتعملوا اي حاجه هتحشى باللحمه المفرومه، ريحه الجوز الطيب اقسم بالله في المطاعم بتدي، هي دي التكايه بتاعت المطاعم، تمام. حطينا جوز الطيب، طبعا هنحطوا الملح بتاعنا، معلقتين ملح. اهم حاجه ركزوا معايا في البهارات، وزي ما فهمتكم التكايه بتاعه الجوز الطيب. هنا هنضيفوا الفلفل الاسمر بتاعنا، هنحطه معلقه كزبره تحلي معانا اللحمه بتاعه العصاج، جمال الاكله الشتويه بتاعه الاسكندرانيه.
تمام، الخرشوف المحشي باللحمه المفرومه والبطاطس المحشيه باللحمه المفرومه، تدفينا في الجو البارد جدا جدا جدا، شتوي جدا عندنا هنا في اسكندريه. الله يكون في عوننا هنا، وعايز الناس كلها تدعي لنا ربنا يهون على الناس وعلى المسلمين جميعا في جميع البلاد. تمام. هنا بقى هنبدا نحشي مع بعضينا الخرشوف بتاعنا. تمام. هنا زي ما انتم شايفين الخرشوف احنا مجهزينه في الصينيه. تمام. وحاطين اهو زي ما انتم شايفين، بنقفل الخرشوفه بس. تمام، عشان احنا مش عايزين نعلي عشان اللحمه ما تقعش، يطلع الحاجه منظرها شيك جميله. نضغط على اللحمه لحد ما نقفل الخرشوفه. كده كده الخرشوف ده مسلوق وجاهز لكل حاجه. زي ما انتم شايفين الخرشوف ده كان متجفف، عشان ما تقولوش لونه متغير ليه. انا طلعته من الفريزر حطيته في ميه سخنه كمان عشان اظبطه. تمام. وهنا هنحشي مع بعضينا البطاطس الجميله بتاعتنا اللي احنا عطيناها لون وردي كده جميل. تمام، خفيف ما تكناش عليه عشان هتكمل سواها في الفرن مع بعضينا. صلوا معايا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا في مطبخ نوجة هنعمله جميع الاكلات البيتي بطرق المطاعم. بصوا الجمال، بصوا الجمال، مش هكمل كلام. بصوا الجمال، البطاطسايه كده وهي مدخنه كده ومطلع منها اللحمه. اقسم بالله انتوا لو شميتوا الريحه اللي انا شاممها حالا هتاكلوها كده من غير ما تدخلوها الفرن. بصوا الطعامه والحلاوه. احنا هنا خلصنا، هنحضر صلصتنا اللي احنا عملناها وهنجيبها وهنضيفها هنا مع بعضينا. زي ما انتوا شايفين بقى الصلصه وجمال الصلصه. احنا ما كترتش سوا في الصلصه عشان انا عارف ان انا هكملها في الفرن. هولع الارضيه سيكه سنه صغيره كده عشان ما تشتش من تحت، وهولع الشوايه برضك براحتها عشان تطلع الحاجه لونها وردي وجميل، تعجبكم وتعجب اولادكم، ويا رب يكون انا بسطتكم يا رب. تمام. بصوا جمال الصلصه وحلاوتها. هنبدا بقى نحضر معلقه عشان نحط على كل لحمه مفرومه على الخرشوف بتاعنا. نحط معلقه صلصه كده عشان تطلع جميله واللحمه تاخد طعم الصلصه الرهيب اللي احنا عملناها دي. بص الجمال، بص الحلاوه. الشيف نوجة بتقول لي الله ينور يا شيف مصطفى. طلع الناس مستنياك الفيديو الجاي تعملي فيديو يكسر الدنيا. انا عايز الناس تتبسط في مطبخ نوجة والشيف مصطفى. انا عايز ابهركم بالحاجات بالمعايير البسيطه دي، بالطعم البلدي الاصيل زي المطاعم. والله انا باكد انا بعمل كل حاجه بنعملوها في المطاعم. طلب مني طاجن في المطعم بعمله بنفس الجوده وبنفس الطعم وبنفس الريحه. سامعين يا شيف نوجة؟ احنا عايزين نبهر الناس، عايزين الناس ما تغيرش قناه الشيف نوجة والشيف مصطفى فهمي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ايه، هنبدا ندخلها الفرن. نكونوا مجهزين درجه الفرن، درجه الحراره بتاعه الفرن زي ما فهمتكم، عشان انا عايز الناس كلها تبقى فاهمه جميع تفاصيل الاكله. درجه الحراره تبقى متوسطه من تحت، يعني مش اقل من متوسطه. تمام. وهنفتح شوايتنا عادي عشان تاخد التاتش. هنبدا نجيب المعلقه بتاعتنا بقى عشان زي ما فهمتكم من شويه ان احنا لازم نحط الصلصه على اللحمه. تمام، عشان تاخد طعم الصلصه مع اللحمه يبقى رهيب جدا جدا جدا. بالتوابل اللي عملناها نفس النظام، توابل الصلصه بتاعتنا. هنحط كزبره، ملح، فلفل اسمر، سنه شطه لو عايزين شطه. تمام، مش عايزين، عندكم اطفال ما بتاكلش الشطه ما تحطوش شطه. انا بحب احط سنس جوز الطيب في كل اكله. يعني انا بالنسبه لي الطعم بيبقى جميل جدا مع ريحه جوز الطيب. يا رب تجربوا كل حاجه بقولها بكل خطوه وان شاء الله هتعجبكم. وانا مراهن ان الفيديو ده مع الشيف نوجة هيجيب فيو، هيبسطني وهيبسط الشيف نوجة وهيبسطكم جميعا. ان الاكله دي جميله وسهله وطعمها خرافه زي ما فهمتكم. تمام. ما فاضلش غير خطوه معانا في الفيديو، السوا في الفرن. نبدا نحطها في الفرن، يلا بينا. وهنا بعد ما طلعت بجمالها وحلاوتها وريحتها، لو اي واحد مكاني وانا بصور شم الريحه اقسم بالله هياكلها بالمعلقه حاف. سامعين يا شيف نوجة؟ انا بوصل لك من هنا من الفيديو ده ان انا اتحداك ان الفيديو ده هيجيب فيو عن الفيديو بتاعك اللي جاي. وهستنى الناس تقول رايها في الكومنتات. تمام، واللايك والشير. انا عايز دعم يا جماعه، عايز اشتراكات وعايز دعم. اتمنى اكون عجبتكم ويا رب اكون فدتكم. شكرا.